السلام عليكم الدراري، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الدراري كيسولوني في البث شنو هما باش تنصحنا ولا شنو هما العملات اللي نقدروا نستثمروا فيهم. شوفوا الدراري، غادي نجيكم من الاخر العملات اللي انك انت تقدر تانفيستي فيهم وانت مرتاح وتطبق عليهم واحد الاستراتيجيه اللي اسم ديالها الادفانس دي سي اي استراتيجي. راه كما كتشوفوا في الصوره هادو هما العملات المعتمده في الاستراتيجيه. اذا الا بدلتي العملات راه هاد الاستراتيجيه راه ما غاديش تخدم معاهم اصلا. لهذا العملات راه هما كما كتشوفوا عندنا البيتكوين، الايثيريوم، البي ام بي، الاكس ار بي، سولانا، الطون، تيليجرام، الادا، الدوج، تير اكس، الافاكس، الماتيك، البولكادوت، اللايت كوين، واللينك، والاوكابي، اتش بار، كرو، ساي، سوي، اوبتيميزم، والمانت، والبي جي بي، والجيت، والكاس سي اس، اكسل ام، ابتوس، اوسومي، واف، والاكس ام ار. اذا عندنا 29 عمله. راه كما كتشوفوا حاول انك تاخذ واحد سكرين شوت، ها هما العملات قدامك. الطريقه انني كيفاش ندخل في العمله ونستثمر فيها ونطبق عليها الادفانس دي سي اي استراتيجي. على سبيل المثال غادي نمشيو للمنصه، اي منصه معينه، باش نحاولوا نطبقوا هذه الاستراتيجيه ديال الادفانس دي سي اي استراتيجي. غادي نمشيو سيدي الميكسي وغادي نكتبوا مثلا اللايت كوين على سبيل المثال، اختصار ال تي سي. غادي نمشيو نكتبوا اللايت كوين ديالنا ال تي سي. حنا دابا ندخلوا نختاروا سبوت. انا كنتكلم على الناس اللي كدير سبوت، الناس اللي كتستثمر، ماشي الناس اللي كتخدم الفيوتشر. اولا غتمشي تحط العمله على الفرايم الشهري. اذا عندنا هنا كما كتشوفوا عندنا اللايت كوين. حاليا اللايت كوين كما كتشوفوا الدراري على قمه كانت ضرباتها هي 174 اقرب قمه، واقرب قاع العمله اللي هو 49 على الفرايم الشهري. اذا انا واش العمله هذه صالحه للدخول ولا ماشي صالحه للدخول؟ واخا العمله ماشي في القاع وانما صالحه للدخول. علاش؟ لان نجو كما تشوفوا ان القاع التاريخي ديال لايت كوين على المدى القريب او المدى المتوسط عندنا الانطلاقه من 22، هذه في البولان السابق ما غاديش نحسبوها. اذا بداو بالقاع الجديد هو 40. اذا العمله كتراوح ما بين 40 كما كتشوفوا وما بين 49 وما بين 52. نعتبر القاع ديال العمله هو ال 50، نقولوا مثلا ال 50. اذا واش 83 سعر الدخول محترم؟ نعتبر انك حالفك الحظ ودخلتي في 83. اذا هنا دخلت في 83. اذا عندي واحد الكابيتال ديال $1000 بغيت نخصو اللايت كوين. عندنا ثلاثه تعزيزات اللي غادي نقوموا في اللايت كوين. اول تعزيز غندخل اسيدي، عندنا غادي ندخل مثلا ب $200 هنا. والثانيه غادي نعزز الى طاحت العمله مثلا الى نزلات سيدي من 83 نزلات ل 60. اذا دخلنا في 83. غادي نديروا واحد التعزيز في 63. والتعزيز الاخير نخلوه مثلا في القاع التاريخي ديال العمله، نعتبروا دخلنا التعزيز الاخير درناه في 50. اذا مثلا العمله طاحت لينا من هنا من 83 طاحت لينا ل 63، غادي نعزز، غادي نحاول نعزز. اذا قلنا سعر الدخول ديالنا هنا مثلا ب $200، وهنا غادي نعزز اسيدي ب 300، وهنا غادي نعزز بقى عندي 500 من راس مالي اللي هو $1000 اللي اصلا حطيت او خصصت اللايت كوين $1000. الى مثلا العمله بلاتي نحاولوا نمسحوا هاد الاسهم هادو باش توضح لنا الصوره. اذا مثلا انا دخلت هنا وما حالفنيش الحظ والعمله طاحت من هنا، التعزيز ديالي هو 63. اذا في هذه الحاله انا اشنو خاصني ندير؟ خاصني نعزز هنا كما قلت ب $300. دخلت ب 200 عزز ب 300. الى طلعت العمله مثلا من هنا لهنا غادي نبيع التعزيز ديالي ويبقى لي سعر الدخول اللي انا خصصت النوبه الاولى. الى ما حالفنيش الحظ مثلا وانني ما السوق ما مشاش معايا، اذا دخلنا في 84 ولا 83 طاح عليا السوق وعاود تعززت في 63 ومن بعد طاح عليا السوق. التعزيز الاخير هو $50. اذا هنا دخلنا ب 200، هنا عززنا ب 300، والتعزيز الاخير هو $500. الى مثلا التعزيز الاخير $500 طلعت العمله من هنا، التعزيز الثاني اللي درت ب $300 فانا نقدر نبيع التعزيز الاخير، غادي نبيعه هنا. وإلا طلعت من هنا لهنا غادي نبيع هذا التعزيز هذا اللي درت الثاني، ويبقى لي سعر الدخول
الاولاني. اذا هذه الاستراتيجيه ديال ادفانس دي سي اي. اذا استراتيجيه راه واضحه، واللي ما فهمش شي حاجه ان شاء الله يتواصل معنا في التليجرام ونقدروا نساعدوه. على بركه الله، وتحياتي الدراري.